الوصول تعلم طلب العلوم ولو كان في السن لا يمكن ان يكون هكذا، ولذلك اليوم وجدت اقبال كبير وجديه واضحه ورغبه جديه بعد صوتك جاي يقطع شيء كما تعلمون ان العمليه هي عمليه تنمويه، شخص خارج عمليه التنميه ومن هنا اضافه الى جوانب الاخلاقيه والشرعيه. انا اعتقد ما وجدت اليوم هو مفلح جدا، ولكن في نفس الوقت هو يحملنا المسؤوليه جميعا من الحكومه والناس، يعني الناس تتعاون في كل مجالاتها وكل يعني كل ما موجود في هذا المجتمع ان ننجح هذه الحمله، وانا وجدت هذا الدعم موجود من الجميع. ايضا يعني كنا كبرلمان يجب ان نتابع سير هذه الحمله وتطبيق هذا القانون بما انجز، وايضا المسؤوليات على الحكومه بدعم هذه التجربه المتواصل. في هذا العام 5 مليار مخصص لهذه التجربه، ميزانيه السنه في العام الماضي كان 20 مليار، وفي هذا العام مخصص الان لم يقرر لكن في مشروع لوزاره 50. ايضا هناك لجنه حكوميه مشكله يعني تدرس كيف تدعم الدارس، ونحن تناقشنا مع اللجنه الماليه قبل ايام وقدمنا مقترحات في دعم الدارسين، ونحث الحكومه في هذا، والحكومه هي يعني متفهمه لهذا الوضع. لذلك انا اعتقد ما وجدته اليوم هو الشيء مفرح في اطار اليوم الف، وفي العراق اليوم تجاوز الرقم 350,000، والمراكز تجاوزت 4500 مركز في العراق، واحنا نمشي باتجاه انه يعني الحد الادنى 500,000 في العراق، وهناك استراتيجيه مع الامم المتحده موقعه لاستكمال وتعليم كل الاميين، وتنتهي هذه الاستراتيجيه في عام 2020، ومن المقرر ان يكون في كل عام 500 دارس ان يتعلم قراءه وكتابه. انا اعتقد الامور جيده وتبشر الخير، وفي نفس الوقت حقيقه اشكر المعلمين والمعلمات والكادر التربوي والتدريس الذي وجدته اليوم في هذه الجمعه وبهذه الجديه وهذا التفاني والاخلاص، وليس غريبا على القطاع التربوي ان يكون هكذا. كان دائما هو قائدا للناس، وكان دائما هو مثالا للتضحيه ومثالا للمثابره. ما وجدته يفرحني كثيرا، وانا ان شاء الله القادم قطاع التربيه كان بتطور. الوقت اللي كان في العام الماضي 4 و5 سنه نسال هذا التطور، لكن المساله يعني ولكن لان اليوم لدينا نقص كبير في المباني المدرسيه بالذات، واليوم لدينا 13,700 مدرسه مزدوجه، وهذا ينعكس سلبا على الواقع الدراسي وعلى الحصص الدراسيه. ولذلك قدمنا مقترح الى اللجنه الماليه ان نعطي اموال من الوزارات الى التربيه ونوزع هذه مع المحافظات في نبني مدارس، وهذا انا اعتقد السنين القادمه باعتبار الازمه اكثر من الدور الحالي وسنكون امام اختلافات كبيره. استاذ عارف هنالك ايضا درجات وظيفيه في هذا القطاع من الوطن الموازي 3500 درجه وظيفيه في العام الماضي وستوسع على اساس الان اللي موجوده في 3500 درجه في القطاع الحكومي ستوسع عليهم حسب هل ستلجؤون الى شركات اجنبيه او غير محليه من اجل تطوير هذه المباني او انشاء مباني جديده؟ تم حالة هذا الموضوع بالكامل بهيئة رئاسة مجلس النواب، وتم تشكيل رئاسة السيد رئيس نائب رئيس مجلس النواب، واجتمعت الاجتماع الاول وستدرس ما هي الخيارات التي تتخذها بحق الشركات التي تنكأت ولم تنجز شيئا بالنسبه للمعلمين العاملين في المستقبل والنوعي، هل لهم تخصصات الان هم يكونون متطوعين؟ لا، هم اصلا معلمين على البلاد ابتداء، وتعرف هذه الحمله هي عمرها 10 سنين الان بدأ، وتعرف البدايات يعني جميع شرف المساهمه بانشاء هذه الحمله، ولكن الامور تباعا تاتي وتناقش. الاسبوع الماضي استضافنا الهيئه العليا للمحكميه
هذه المواضيع والايام القادمه ممكن تعالج كل الاشياء اللي تعلق. يقرأ بالبداية وكذا والحرب وبعد الواجب. التغذية المدرسية كان من المفترض تكون عام 2011 كل المدارس لكن هذا لم يتحقق بسبب قلة الأموال. اقترحنا نحن في لجنة التربية طالما أنه لا توجد تغذية مدرسية ولا توجد بيئة مدرسية جاذبة فعليه لابد أن يكون هناك خيار آخر لكسب التلاميذ ومنع تسربهم، واقترحنا في وقتها منحة 30,000 دينار لتخدم الابتدائية وربطنا هذا بالنجاح والرسوب، ولكن هذا قرار أولى ولم نستطع أن نرضى به، نتأمل في هذا العام النمطي. استاذ عبد السؤال الاخير في اطار ايضا اقرار موازنه العام القادم، يعني لا زالت هذه الموازنه تخضع للمشاهدات من خلال مطالبات متعدده يجب تطبيقها في الموازنه، كيف تصفون هذا الامر وهل تتوقعون حسم المصادقه عليه قريبا؟ يعني الموازنه هي تعرف حاجات الناس، نأمل يعني ان لا تخضع هذه الموازنه لمضاربات السياسه. خدمه المواطن يجب ان تبتعد عن المزايدات السياسيه وتكون خدمه خالصه للمواطن، ولذلك نحن نعتقد بان الموازنه الحاليه هي موازنه رغم انه لا تستطيع ان تلبي كل القطاعات لكن موازنه جيده وتم تخصيصها على اساس الى حد ما على اساس نسبه السكان، ونأمل يعني من مجلس النواب ان يقر هذه الموازنه في وقت قريب جدا كي تستطيع المحافظات تمضي باتجاه تلبيه المشاريع. شكرا جزيلا. عادل فهد الشرشار رئيس